كيفاش بغيتونا نتيقوا في هاد المسؤولين وهم باقا عايشين معانا، هاد المفسدين وهاد الشفارة الاخوان؟ سمعوا معنا هاد المقطع هذا ونرجعوا نعقبوا. هو الكذاب عبد اللطيف وهبي، هو الزير العادل المغربي اللي ما عنده لا دين لا من لا ولا مبدا. هو اللي كان كيتفشخر على ولاد البلاد بانه لاباس عليه وقرا ولده في كندا، وخو الشفار تيبيع في الادويه المهربه وكيسترزق على ظهر المرضى اللي عندهم رجال في الدنيا ورجال في القبر. هذا الوزير هو اللي جاب البرلمان يبل الفقيه وعطاه وعود باش يحل المشاكل القضائيه نتاعو ودوز بيه الانتخابات، وفي الاخر تخلى عليه وخلاه ينتحر بقرطاسه في الراس. هذا خينا هو اللي زور الامتحانات نتاع المحاماه ودوز كل شيء بمبدا باك صاحبي وتبادل المصالح الحزبيه والتجاريه والعائليه، وهو اللي تيقول في التليفون بانه غادي يدوزها من تحتها، يعني غادي يتدخل في القضاء ويحل المشاكل من تحت الطبله. وهو اللي بقى يعيق على الناس بانه تيعرف اللون ديال التقاشر اللي لابسينه. عبد اللطيف وهبي هو التاتا اللي كتغير لونها في كل دوره وفي كل ثانيه، واكبر كذاب ونصاب في تاريخ المغرب. فعلا اخوتي، هذه هي الحقيقة اللي كيتجاهلوها بزاف ديال المغاربة. واش دابا الاخوان باقا حنا عنتيقو شي مسؤول هو كيتمسكن حتى كيتمسكن؟ وخير دليل على هذا الكلام اللي كنقولوا، هانتوما شفتوا المقطع اللي حطينا البارح، يعني ولو هو مقطع قديم ولكن الاخوان عنده واحد المعنى اللي بقى عايشه معنا لحد الان. شفنا الاخوان الحقيقه ديال عبد اللطيف وهبي اللي فعلا عنده جوج ديال الوجوه، وجاه قبل الحكومه وجاه من دخل الحكومه. واش كتعقلوا الاخوان اللي كان كيقول هذا عبد اللطيف وهبي راه ما عمرو يحط يدو مع عبد العزيز اخنوش؟ وفعلا اخوتي حاط يدو مع عبد العزيز اخنوش. واش عمرنا عنساو الاخوان هذا المخلوق هذا اللي قال هو راه كيشم الريحه ديال التقاشر ديال بعض المسؤولين؟ ما عمرنا عنساوها. واش حنا عنساو القضيه ديال امتحانات الزوير وزياده على ذلك راه حنا ما عمرنا نساو الاخوان الاوديو اللي منتشر اللي كيقولها فيه بخالص العباره راه الامور عبتشي من تحتها. اذا ما عمرنا عنتيقو والله العظيم، واخا يجي اللي جا الاخوان دابا، واخا يجي اللي جا راه حنا ما عنتيقوش. وهذا هو الزهر ديالنا الاخوان، والله العظيم هذا هو الزهر ديالنا. ما عرفناش الاخوان دولة مسلمة وفيها الافعال ديال الكفار اخوتي. هاد المسؤولين اللي كيقولوا هما مسلمين، اللي كيصليو مورا جلالة الملك الله ينصرو والله يشافيه في هاد النهار هذا، راه فعلا هاد المسؤولين اخوتي راه عندهم الفعايل ديال اليهود اخوتي. علاش؟ غير اليهود الاخوان كيعطيو لفلسطين فاصا فاص، وهادو كيعطيونا عبد الدق والسكات، غير الدق والسكات. مسؤول كيقلب غير المصلحة ديالو، مسؤول كيقلب غير المصلحة ديالو الخاصة، والله العظيم ما كاينه المصلحة العامة. ما بقاتش شي حاجة الاخوان فيها المصلحة العامة. ولو غتقول لي نتايا شحال تخربق مع راسك بهذا الكلام هذا، لا راه الحكومة الاخوان عاونات ودارت وفعلات الحكومة الاخوان راه ما كتخرج واحد درهم تا عارفة راسها راه تدخل واحد 10 دراهم. وفهم الفهم، فهم غير بشوية ورجع لأي حاجة عطاتها الدولة، شوف المقابل ديالها شنو هو. المقابل ديالها هو راهم بزاف ديال الناس غيخلصوها، بزاف ديال الناس غادي يخلصوها. وما تخيلوش الاخوان كيفاش كنا عنستقبلوا هاد شهر رمضان، ما تخيلوش معايا اخوتي. ماشي يطلعوا بحال هاد المسؤولين هاد المنافقين اللي كانوا البارح كان كيقولوا كلام واليوم كيقولوا كلام، راه ما عمرنا ننساو الاخوان. ودائما احنا كنقولوا الدعوه الله في اي مسؤول سولت له نفسه يتاجر بالمأساة
ديال خوتو المغاربة، ارباح مع راسك. بينك وبين الأخبار غير شبر، السراق مع راسك، بينك وبين الأخبار غير شبر. ما تحمقش راسك، والله العظيم ما تحمق راسك، راه بينك وبين الأخبار غير شبر. فعلا اخوتي ما كناش كنتخيلوا كيفاش حنا غنستقبلوا شهر رمضان. شهر رمضان اللي فعلا الاخوان كيكتر فيه الطلب كتر من العرض، ولكن هاد الطلب كتر من العرض راه كانت واحد السياسة كينهجوها بعض المسترزقين، الاخوان بدمم البشرية، لأن عارفن المواطنين عيطلبوا واحد المادة ولا واحد جوج ولا واحد ثلاثة في هاد الشهر الكريم، نقصوا منا باش. ولكن ربي كبير الاخوان، ربي ما كيبغي يرحم هاد الشعب من هاد الشفارة هادي راه كيرحم اخوتي، ولكن مما كيبغيش يرحم هذاك راه كيكون امتحان لهاد الشعب اخوتي، باش واش قادر يصبر ولا ما قادرش. راه اللي مكتبنا الاخوان من عند الله سبحانه وتعالى راه حنا علقوه. يكذب عليك الكذاب باش يقول لك بان راه كاينه شي حاجه ما مكتباش، راه ما عمرها تكون اخوتي. ولكن في نفس الوقت راه حنا دائما كنقولوا الدعوه الله في اي واحد، الدعوه الله في اي واحد الاخوان. ودائما ما عمرنا عن نساو الاخوان الشكر الكبير للحكومه الاسبانيه او للمزارع الاسبان والحكومة الموريتانية الإخوان، لأن إسبانيا الإخوان راه هذاك المزارعين هما اللي دابا حاليا كيبانو في فيديوهات كيسيبوا هذاك معطيشة ديال المغرب. برافو ليهم والله العظيم، برافو ليهم، برافو ليهم. الناس باغيين يبيعوا السلعة ديالهم، علاش هما عتدخلوا وتخليو واحد الشعب اللي كيبكي ويشكي وتبيعوا السلعة ديالكم باش تغليوها في البلاد. راه هادشي اللي كاين الاخوان، راه ملي كيكون الطلب اكثر من العرض راه كونوا على يقين راه هو المنتوج كيتزاد. وما نساوش الاخوان الشكر للحكومة الموريتانية اللي فعلا الاخوان قدرات توفر للشعب المغربي القوت اليومي ديالو. خير الكلام ما قل ودل. خوتي العزاز نكتفي بهذا القدر هذا، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى في هذا النهار المبارك ربي يفرج علينا ويفرج على جميع الأمة الإسلامية. دائما شعارنا واحد، الله الوطن الملك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.